الله من أيقظها ولعن الله كل منافق. أنا الكل يدري يوم أمس جريت عملية ليزر لعيون اثنينهن، وانتشر مقطع فيديو هو من يوم الثلاثاء. صارت سوء تفاهم وبشهود الكابتن المحترم عصام حمد وعلاء قاطع وحيدر عبيد والأخوة الموجودين. أنا ما بدر من عندي أي شيء أي كلام، والمقطع من تنشره، المقطع من ينشر كامل. هاي رسالة للقضاء العراقي المحترم، إلى السلطات الأمنية المحترمة، إلى أهلي وعشيرتي. أنا مثل ما شهرت البارحة وأكو ناس ما تعرف، شافت بعينها بس ما سمعت شلون هذا التجاوز اللي صار علي والتشهير اللي صار علي من وراء المقطع الفيديو. المقطع الفيديو عالم الزوراء بيج تابع للإدارة، والتصوير مال النادي. شلون طلع التصوير من النادي والنادي مؤسسة حكومية؟ شلون طلع؟ أولا أنا ابني وياي طفل، والمقطع وبشهود الموجودين الكابتن هو اللي تجاوز علي. أنا كل ما هناك قلت الكابتن عصام وكابتن علاء وكابتن هشام، قلت لهم لي حفة لا حسن يطلع الله وياه، خلي يسمع هشام. أنا ما سئت الأحد، هو سائلية. وإذا أنت نشرت المقطع وتقول أنا رجال وعند كلمتي تنشره من البداية ليش تقصه بالمشادة الكلامية؟ وشغلة ثانية، أنا ما عندي حس طائفي، أصدقائي بالرمادي، أصدقائي بالموصل، أصدقائي بالغربية كلها، أصدقائي بالشمال. فهذا الكلام عيب، وأرجو شوف أنا على حق، الله مع المظلوم. هذا البيج ثبت خستكم ونذالتكم الجمهور الزوراء. شوف بينت شلون انتم من نشرتوا هذا المقطع، فكفاكم ثرثرة، خليكم ريلاكس. احنا مع القانون شنو حلكم؟ انتم هسه من جاي ناشرين علي، اني هسه يعني الحمد لله والشكر، واني ما طالع من فطر القاع. اني ابن دولة ها، وابن عشيرتي هسه عين الشمس. واخويا اللي فخر، اخويا بالشرطة الاتحادية الابطال استشهد بالخالدية، اللي فخر. ابو المقطع حاول المقطع اصوره من البداية، ومو وياي ابني طفل عمره 4 سنوات اروح اعارك. وتحياتي لكم، والله مع